لا يختلف اثنان في كون الاتفاقيات المشتركة التي وقعها الاثنين في أبو ظبي العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستمنح دفعة قوية للعلاقات المغربية الإماراتية. ووقع الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد إعلان نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى ضوء هذه الاتفاقيات باتت الإمارات العربية المتحدة أول دولة تتفاعل مع التوجه المغربي الجديد الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، حيث أعلن عن توجه أطلسي يحول منطقة الصحراء المغربية إلى منطقة ربط بين العالم والدول الإفريقية. وكذا ستساهم الاتفاقيات الموقعة في تمويل مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك خط الغاز المغربي النيجيري وتطوير مطار المدينة الداخلة ومطارها ومينائها، بما يسمح بتحويل المنطقة إلى بوابة أطلسية للقارة الإفريقية. والملاحظ أن الإعلان يتضمن مجموعة من المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه، ففي الشق المتعلق بتطوير المطارات ثم إدراج مطار داخلة إلى جانب مراكش والدار البيضاء والناظور. أما بالنسبة تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، فحضر ميناء الداخلة الأطلسي إلى جانب ميناء الناظور غرب المتوسط. كما ستشمل الشراكة بحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لا سيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخل وطرفايا. وجاءت هذه الاتفاقيات الضخمة التي وقعها الملك محمد السادس رفقة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متفاعلة بعمق مع ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 6 نوفمبر 2023، والذي جاء فيه: إذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة الوصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاح على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وهيكلة هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي الأطلسي.